السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نكتر إنتاج البيض بكنز، معلقة صغيرة جدا، بس احذر احذر لو انت بتستخدمها، لأن هي سلاح ذو حدين. مش بخوفك منها، لكن الحاجة اللي بيبقى تأثيرها كبير جدا وفعال جدا وقوي جدا، كذلك برضو لو كترت منها او استخدمتها غلط بيكون تأثيرها سلبي جدا وغير فعال بالمرة. ركز معايا في الفيديو بتاع النهاردة ده، لانه هيفرق معاك وهتعرف منه معلومات مهمة عن واحدة من أهم الإضافات اللي موجودة في مجال تربية الطيور، اللي بتنقل إنتاجية البيض من نقطة لنقطة تانية خالص. قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ويلا بينا ندخل في التفاصيل بتاعتنا بشكل مباشر. هو يعتبر كنز، اللي أنا جاي أكلمك عنه النهاردة ده يعتبر كنز لزيادة إنتاج البيض. مش حاجة كده عادية تمر مرور الكرام، أو حاجة إضافة مش هتستفيد بيها، لأ، ده كنز بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تمام؟ طبعا أهلا بيكم في حلقة جديدة. بس النهاردة الفيديو بتاعنا ده وزنه ذهب، لأن أنت لو بتشتكي من إن الطيور بتاعتك تمام مأنتخة، قطع بيض، حجم البيض صغير، يبقى الفيديو ده عشانك. النهاردة هنتكلم عن إضافة سحرية، سحرية ورخيصة، بتحول الفرخة لمكنة إنتاج بيض. بس استنى، سلاح ذو حدين. لو استخدمتها صح فأنت خدت استفادة كبيرة جدا. لو استخدمتها غلط الموضوع هينقلب معاك لشيء مضر بالنسبة للطائر. والحاجات القوية بتبقى تأثيرها كده، ويبقى فيها التحذيرات دي، ولازم نأكد عليها كل مرة. لازم تعرف المقدار بالملي. تمام؟ هل ينفع نديها في البرد برضو في اليومين دول؟ ينفع نديها في البرد، وبتبقى مفيدة جدا في فصل الشتاء، وتأثيرها موجود، ويعني ملوش علاقة بالوقت، لكن ليه علاقة بالكمية، وليه علاقة بوقت اليوم، مش الفصل، لا، بوقت اليوم نفسه، الصبح ولا بالليل ولا ايه بالظبط. فمهم ان انت ايه، تاخد بالك من التفاصيل دي. ليه هي كنز بقى؟ ليه هي كنز؟ لان هي منجم فيتامين ب وفيتامينات ب المركبة، ومنجم بروتين واملاح معدنية. يعني حضرتك لو قعدت تدور على الحاجات دي في مصادر اخرى ممكن تلاقيها، لكن مش هتلاقيها بالرخص ده، مش هتلاقيها بالسعر البسيط ده. سعر بسيط جدا، يعني مش هيكلفك اي حاجة، وفي المقابل هتلاقي نفسك بتاخد انتاج بيض كتير وفعلا تأثيره واضح. من اهم فوائدها ان هي بتنشط بكتيريا الامعاء، بتخلي الفرخة تهضم كل فتفوتة. تمام؟ في كل فتفوتة اكل بتتهضم وبتستفيد منها الفرخة، فبالتالي عنقود البيض بيشتغل، عنقود البيض بيشتغل كويس، بيبقى مفيش حاجة معطلاه، بيبقى مفيش حاجة مأثرة عليه بشكل سلبي، مفيهوش خمول، وإنما فيه نشاط وحركة ودم داخل وبيغذي عنقود البيض. فأنت هنا بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن فايدة مهمة جدا جدا جدا. إنه الإضافة دي بتنشط الطائر وبتنشط عنقود البيض. الإضافة دي اسمها إيه؟ الإضافة دي هي الخميرة. الخميرة يا جماعة الخير هي الإضافة اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة. من ضمن فوائدها برضو ان هي بتزود الوزن لو انت عايز تسمن الطائر، لانها بتفتح الشهية جدا، بتفتح الشهية وبتخلي الطائر ياكل اكتر واكتر واكتر. وحذاري بقى تستخدمها غلط في هذا المجال، لان انت لو الطيور بتاعتك طيور بياضة فانت هتستخدم الخميرة. ليه؟ لا مؤاخذة، هي بياضة، انت بتاخد منها انتاج بيض، انت مش مستني منها تسمين، مش مستني منها لحم، صح؟ الا لو كبرت بقى وقطعت بيض وانت عايز تستفيد منها. لو كبرت قطعت بيض وانت عايز تسمنها، ساعتها هتعلفها وتأكلها وتزغطها وتعمل منها ايه؟ تعمل منها اوزان وتستفيد من اللحم بتاعها، ويكون في استفادة واضحة امام الجميع. تمام؟ برضو من فوائدها ان هي بتخلي قشرة البيضة اقوى. ليه؟ لان فيها معادن مهمة جدا لتحسين جودة قشرة البيضة. تمام؟ تخلي قشرة البيضة قوية، وحجم البيضة محترم، حجم البيضة محترم. لكن السؤال المنتظر، هل ينفع نستخدمها في البرد؟ هل هتكون مفيدة في فصل الشتاء؟
ده لازم نجاوبه بالتفصيل علشان حضرتك تاخد الإجابة كاملة وتستفيد من الإجابة، مش تاخد أي إجابة سريعة وخلاص. وصلنا للسؤال المهم: ينفع نحط الخميرة للفراخ والجو برد كده؟ الإجابة الصادمة أيوة ينفع، بس بشرط واحد، شرط واحد بس ينجيك من كارثة وينجي القطيع بتاعك من كارثة محققة. الشرط ده ايه؟ الشرط ده ان احنا لازم نستخدم الخميرة في البرد مدفئة، دافئة، لانها بتزود التمثيل الغذائي. الغلطة اللي بيقع فيها كتير مربين ان بيحطوا الخميرة والطيور عندها اسهال، بيحطوا الخميرة وفي برد تنفسي او عدوى تنفسية. كارثة طبعا، كارثة. لو الفراخ بتكح عندها اسهال اوعى تحط الخميرة، لان الخميرة هتزود نشاط البكتيريا، هتزود نشاط البكتيريا الضارة وتخلي الفرخة تروح منك في دقيقة. القاعدة بتقول طيورك سليمة حط خميرة وانت مغمض، طيورك تعبانة امنع الخميرة فورا لحد ما تعالجهم من المشكلة، خصوصا لو مشكلة في المعدة وإسهالات. ايه المقدار المناسب بقى بالملي عشان ما تغلطش؟ نحط قد ايه منها؟ الزيادة منها مضرة، النقصان مش مفيد لكنه مش مضر، لكن الزيادة بتعمل إسهال. لو خميرة فورية أكياس معلقة كبيرة على كل 2 كيلو علف، ونقلب كويس عشان يختلط العلف بالخميرة البودرة اختلاط جيد جدا جدا. لو خميرة قوالب، خميرة بيرة، حتة كده قد عقلة الصباع تدوبها في لتر مية دافية مش سخنة عشان ما تموتش الفطر، تمام، وتسيبها تتفاعل 10 دقايق وبعدين تقدمها. نصيحة: ما تقدمش الخميرة أكتر من مرتين في الأسبوع، تمام. ده الجدول المثالي لإنتاج بيض غزير. وتعالى بقى خد الخلاصة اللي هتفيدك. عشان تاخد اعلى انتاجية بيض من الخميرة لازم الفرخة تكون واخدة كفايتها من الكالسيوم. حط بودرة بلاط او صدف مطحون ناعم مع خلطة الخميرة، وشوف الفراخ عندك هتبيض بيضتين في اليوم ولا لا، واحدة الصبح وواحدة بالليل. الخميرة كمان بتفتح الشهية، يعني لو عندك فراخ مش بتاكل، فاقده الشهيه، حجمها صغير، الخميره بتحل الموضوع ده. ولو انت عايز بقى تسمن الطيور بتاعتك في وقت من الاوقات كده، او فاتح مشروع دجاج تسمين مثلا وعايز تستفيد بالطيور بتاعتك في التسمين وكده، برضو الموضوع ده هيكون مفيد جدا بالنسبه لك. والمشاريع الكبيره بالمناسبه، المشاريع الكبيره بالمناسبه بتستفيد بالخميره في هذا النطاق، وبتضيفها علشان خاطر تعمل ايه؟ علشان خاطر تفتح الشهية بتاعة الطائر وتخلي الطائر ياكل اكتر، فانتاجية اللحم في النهاية تزيد. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الحلقات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.